شايف ان النظام فقد شرعيته. يا سياده الرئيس حسني مبارك، ارجوك استجيب لمطالب الناس وارحم. وكفايه 30 سنه 30 سنه من القمع، 30 سنه اتهربت فيهم فلوس البلد لبره، 30 سنه الشعب كل سنه بيزداد فقر عن السنه اللي قبليها. كفايات، ارحم ارجوك ارحم. البلد مش بتاعتك، كنت على راس النظام والشعب المفروض هو اللي جايبك. الشعب دلوقتي مش عايزك، وانا واحد من الشعب وبتشرف كل واحد من الشعب. يا سيادة النائب الرئيس، انا على الهواء. نعم نحن نسمعك سيد الرائد. يعني أنت انضممت الآن إلى المتظاهرين. انضممت بمحض إرادتي وبطالب. أنا كان معايا سلاح سلمته لأحد الضباط عشان هي ثورة سلمية شعبية، سلمته لأحد الضباط اللي بدوره هيقوم يسلمه لوحدته. أنا اتكلمت مع سيادة الرئيس وأرجو إن هو يستجيب. إحنا كتير بس كلهم مستنيين الشريحة الأولى، كلهم مستنيين حد ينفع، حد يتكلم. إحنا جزء من الشعب لا نتجزأ منه. احنا مهمتنا ان احنا نحميه، مش ان احنا نحمي النظام. يا سيادة المشير، مهمتنا نحمي الشعب ما نحميش النظام. يا سيادة المشير، انت جزء من النظام، انت جزء من النظام. الرئيس بقاله 30 سنة بيحكم وانت بقالك 20 سنة فقرت في المؤسسة العسكرية. خطرت ما خطرت يا عادل، ارجوك انت كمان امشي. يا سيادة الفريق سامي عنان، ارجوك قوم بدورك. يا سيادة قائد المنطقة المركزية قوم بدورك. يا سيادة قائد الحرس الجمهوري قوم بدورك. الناس دي لازم تمشي، الناس دي لازم تمشي. يعني انت تريد ان تكون الكلمة للجيش للعسكريين في مصر في هذه اللحظات، وأنك كما هو واضح من كلامك تشعر بأن الآن الدور يجب أن يكون للقوات المسلحة المصرية في حسم الموقف. هل هذا ما تريد أن تقوله؟ الدور يجب ان يكون للقوات المسلحه في انهاء هذه الحاله اللي احنا فيها بقالنا اكثر من 17 يوم. الشعب مش عايزه، لازم يمشوه. مشوه. البلد كلها وقعت وانتوا اللي مسكتوها، انتوا اللي حمتوها. رحلوا الناس دي، مشوهم. الناس دي مش عايزينهم، الشعب مش عاوزهم. انا عايز اوجه كلمه للسيد نائب رئيس الجمهوريه. اسمح لي يا سياده نائب الرئيس، كنت على راس جهاز الامن القومي المصري الذي كان يشهد له بالكفاءه. ماذا قدمت لمصر وانت على راس هذا النظام؟ قدمت لمصر ايه وانت على راس هذا النظام؟ حميت فلوس المصريين انها تخرج بره، حميت فلوس المصريين تتسرق وتطلع كلها على بنوك سويسرا والغرب. حميت الفسده والمرتشين، حميت الشعب من الفسده والمرتشين. عملت ايه للبلد؟ عملت ايه في قضيه السودان؟ عملت ايه في انفصال الجنوب عن الشمال؟ عملت ايه؟ انت لم تقدم جديد. وفي قضايا كثيره ودي فيها جهاز المخابرات العامه لا مجال لذكرها دلوقتي. انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، لكن اللي عايز اقوله للناس، انا خدت قرار من تلقاء نفسي والحمد لله ربنا وفقني وقدرت. الشعب دلوقتي هو اللي بيحميني. انا جزء من القوات المسلحه لا اتجزأ. القوات المسلحه مهمتها حمايه الشرعيه الدستوريه، وانا شايف ان رئيس الجمهوريه الان والنظام باكمله سقطت شرعيته. ارجوكم وصلوا كلامنا للناس، النظام سقطت شرعيته. يا سياده المشير ارحم. يا رئيس اركان حرب القوات المسلحه قوم بدورك. انت وقائد المنطقه المركزيه، يا قائد الحرس الجمهوري قوم بدورك. شكرا. ووصلت رسالتك، ولابد ان كثير